في خطأ شهير جدًا بيُقع فيه كتير من الأزواج والزوجات الصغيرين بالذات، إن هُم يعني أمّا يكونوا متضايقين من حاجة مش بيقولوا، أصل أنا باحبه، مش عايزة أزعّله، دلوقتي هيروق، أصل أنا باحبها، مش مهم خلاص هي طبعها بس كده وأنا اتعودت عليه. هُم الحقيقة بيعملوا في نفسهم وفي الآخر مقلب، هُم بيحبوا بعض ما حدش ينكر، لكن يا جماعة ما باقولش إن إحنا نبقى نكديين ونُقف عند كل حاجة ونتخانق إطلاقًا، إطلاقًا مش ده قصدي. لكن أنا باقول إن إحنا يبقى لينا كلام مع بعض، حتى لو بشكل أسبوعي، بشكل كل أسبوعين، علشان بس نقعد نحط إيدينا على نقاط الضعف في علاقتنا، إن هي كانت أقوى من كده، إحنا كنا بنحب بعض أكتر من كده، إحنا ليه بيحصل لنا كده؟ إحنا بنتخانق ليه؟ طب بُص ممكن ما تزعلنيش في كذا، طب لو سمحتِ ممكن تاخدي بالِك من كذا. الكلام ده أول بأول بيبقى أحسن بكتير، لإن الواحد لمّا بيكون متضايق مرّة، ورا مرّة، ورا مرّة، هو بيتشحن من غير ما ياخد باله، البالونة بتتنفخ من غير ما حد يشوفها، فممكن لا نفيق إلا على انفجار، ودي حاجة ما حدش أبدًا عايزها، بالعكس إحنا عايزين الشباب الصغيرين يفضلوا متجوزين، وعايزينهم يفضلوا مع بعض، بإيه؟ بإن هم أول بأول يصفّوا اللي في قلبهم علشان ياخدوا بالهم، يتطبّعوا على بعض بشكل إيجابي وليس بشكل سلبي، ممنوع الزعل، ممنوع القمص، ممنوع كمان التراكمات.